السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ وتدابير ام مروه ديزيد. ان شاء الله يلقاكم دالا فيديو بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه الصابلي ناجحه مليار في المية. زعما ديروه مضمون تخدموا به، مضمون شباب يدوب في الفم، والشكل تاعه كيما تشوفوا امامكم. شكله راح يهضر عليه، والذوق تاعه بنين 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 على ضمانتي. نبداو في الوصفه ان شاء الله. بسم الله. شافيه هذه الوصفه. عندي رطل تاع دهان اللي هو 500 غرام تاع دهان، ساشي تاع خميره كيميائيه، عندي كاس كبير تاع سكر كلاص سكر ناعم، كاس كبير تاع مايزينا دوك نعاود نعمر هذاك الكاس تاع المايزينا. عندي البيض، انا راني حاطه 4 بصح دوك نزيد حبه صافي 5. نديرو 2 بيض كاملين زائد 3 صفار متفاهمين. راني حاطه في طوبسي 4 دوك نروح نزيد حبه. درت الدهان تاعي، درت الكاس تاع سكر كلاص وندير البيض. درت 2 حبات بيض كاملين و3 صفار بيض. نعاود ونكرر 2 بيض زائد 3 صفار. تبغوا تزيدوا تبغوا تنقصوا دبروا لسانكم. هذه الوصفه المعتمده والصحيحه. نرطل تاع دهان، كاس تاع سكر كلاص، 2 بيضات كاملين و3 صفار بيض. نخلطوهم مليح مليح، 3 تاع صفار بيض نخلطوهم مليح مليح بالباطي حتى يولوا كيما الكريمه. من بعد عاد نضيفو المايزينا ونخلطو ونزيدو الفارينه زائد الخميره الكيميائيه متفاهمين. درنا 2 بيض زائد 3 صفار. انا الصفار تاعي زدته بصح ما كاميريتهش ما تصور ليش، من بعد زدته بتفكرت بلي ماني دايره غير متفاهم. دوك نخلطو، والرشه تاع الملح هذه باينه. بغيت نقول حبيبتي قبل ما تبداو في لا فيديو ونكملوا، ادعوا معايا واحد الاخ راه مريض، صديقتي وزميلتي. هذه لافاني كما قلت لكم، صديقتي وزميلتي امال ايزيري قالت لكم ادعوا لي. جارها سموه امين كاميرامان، ادعوا له بالشفاء العاجل ان شاء الله. يا ربي مسكين، الله يشافيه ويعافيه ان شاء الله يا ربي، ويعافي كل مريض مسكين راه مريض. ادعوا له بالشفاء. قال لك دعوه 40 غريب مستجابه. ادعوا له في دوكا يديكم، قولوا له يا ربي الله يشافيه يا ربي الله يشافيه ويشافي كل مريض ان شاء الله يا ربي. كما قلت لكم زميلتي وصديقتي امان ايزيري قالت لكم ادعوا لي. الجاري الجارحه راه مريض سموه امين كاميرامان متفاهمين حبيباتي. دعوا له دعوه ما فيها حتى حاجه، ما بغينا نتعبوا ما والو. دعوه حنا تاني يجيو نهار اللي نستحقوا دعوه ونلقوا واحد غير يدعي لنا، ما فيها والو. دعوا له امين ان شاء الله. ربي جار امال ان شاء الله يا ربي يشافيك ويعافيك يا ربي يا ربي يا ربي. حتى حاجه ما تدوم، حتى شده ما تدوم يا ربي. هذه اللي بغيت نقولها لكم ونكملوا الوصفه نتاعنا. درت خلط هذاك الدهان والبيض والسكر كلاص ولا فاني ورشه تاع الملح، خلطناهم مليح بالباطي حتى ولاو كريميين. زدنا لهم الفارينه وزدنا لهم الخميره الكيميائيه اللي هي ساشي تاع خميره كيميائيه وزنها 10 غرام. تخلوا العجينه طريه كما تشوفوا. العجينه لازم تجي طريه وما تلصقش في اليد، تجي طريه بصح مين تحكموها باليد تاعكم ما تلصق لكمش. نديروا بلاستيك اليمونتيغ في البلون دو طرافاي، نديروا فوقاتين بلاستيك باش يساعدكم، وميمطو ديك الحبه تاع الصابلي تجي رطبه وشابه ويجي الشكل تاعها شباب. نحلوها سمك مرقيق مغليظ، سمك ما يكونش رقيق بزاف باش ما تجيش يابسه وما تجيش غليظه بزاف باش ما تجيش هكا ما تجيش شابه. نحلوها كيما هكا ونطبعوها باي طابع تاع صابلي عندكم. انا نطبعها بالصابع الطابع تاع الصابلي العادي التقليدي اللي رانا نديروه دائما من بكري. راه عندنا الطابع راكم تشوفوا فيهم طوابع تاع الصابلي، عندنا من الصغير حتى الكبير. هذا هو الموديل زعما الموديل اللي نتفقوا عليه كاع في الصابلي. كاين تاع قلب، كاين تاع بزاف اشكال. انا من نبغي نخدم بهذا الموديل في الكاطو في الصابلي تاع الكونفيتور اللي ما فيه حتى اضافه. الصابلي العادي تاع الكونفيتور اللي نبغوه كاع، ومستحيل ما نديروش في العيد في المناسبات. في كل مناسبه لازم يكون حاضر. كاين اللي ما ياكلش كاع الحلويات، ياكل غير الصابلي والطورمو. المهم انا باغي نطبع بالمتوسط. هذاك الغوص عندك الصغير والكبير والمتوسط، انا باغي نطبع بهذا المتوسط. نتوما طبعوا بالطابع اللي يناسبكم متفاهمين. ندير وحده كيما هكا كبيره محلوله، وندير وحده كيما هكا مبلعه متفاهمين باينين. طريقه تشرح في روحها زعما ماشي حاجه كبيره. هادو غير لي اشقائنا العرب اللي ما يعرفوش وصفه الصابلي تاعنا اللي نخدموها حنا. هذه هي، هذا هو الصابلي ولا اسهل. عجينه شابه سهله مضمونه. بغي الشكل تاعها يقعد كيما راه ما يتغيرش. بغي البنه شوفوا ما نحكي لكمش يجي بنين ويجي خفيف ويجي كلشي
سيوهم بعد ردوا لي بالخبر في الكومونتير. لي جيم راهم راقدين، تدخلوا ما كاش اللي يدير جيم، لي زابوني راهم ناقصين، لي كومونتير ما كاش كاع، تحسب واحد ماشي يتفرج في لا فيديو، خليو لنا كومونتير. هذا هنا كان عندي كوموند تاع كاطو، هي مين صورت لي بنتي، قلت لها صوري لي صابري، صورت لي كاع الكاطو. المهم نولوا الوصفه تاعنا. شوفوا صابلي كي جا شباب، شوفوا الرطل تاع دهن عطاني كميه لاباس بها. لا هذه ماشي رطل، هذه رطل وزدت نصرطه ثاني واحد اخر. كيما تشوفوا الحبه قاعده كيما راهي قاعده شابه، ما طيبوش حمر بزاف، غير في الدوغي طيبوه غير في الدوغي. هنا هذه الحبه عاوجاني نوري لكم شغل درتها في الجهه تاع البلا، درت بابي كويسون والجهه تاع البلا اللي كانت في الحاشيه، هي شغل عواجت. نتوما من طيبوا انتبهوا لهذا الموضوع، من تحطوا الحبه حطوها نشان. نحكم الكونفيتور تاع المشماش، الوصفه الاصليه ماشي الاصليه، الوصفه المعتمده اللي نخدموها احنا الجزائريين توجور بالكونفيتور تاع المشماش، نموتوا عليه. دا الكونفيتور يجي حامض ويجي شباب مع الكاطو حلو، وشوفوا يجيكم روعه. خطيكم الفريز ودوك الصوالح، ديروا الكونفيتور تاع المشماش هو الاصل. هنا في الكونفيتور من نلصقوا ما نلونوش الكونفيتور، نخلوه صفر كيما راه نديرو بيه، بصح مين نديرو في الوسط الحبه نلونوه بالملون الاحمر. متفاهمين؟ هنا نلصق الحبه مع اختها. من نلصقها نعطيكم اسيوس تاع الكونفيتور قبل ما يكمل لا فيديو. الكونفيتور من تلصقوا وتكملوا واش ديروا، حكموا 4 مغارف تاع كونفيتور، 4 مغارف تاع ماء كبار، ديروهم يغلوا على نار متوسطه يغلي ويعاود الكونفيتور. ايا من بعد ديروا في لابوش وعمروا به داك الفراغات تاع الصابلي. شوفوا يقعد لكم هاك ما ينشف ما والو، يجي الشكل تاع الشباب يقعد كيما راه. هذه اسيس اللي عطيتها لكم تاع الكونفيتور. قلنا 4 مغارف ماء مع 4 مغارف كونفيتور يغلوا مليح مليح، يغلوا غايه، ومن بعد كاينه ديروهم الملون وعمروا بهم هذاك الفراغ اللي راه في الوسط، وتجيكم الحبه بسم الله ما شاء الله. شوفوا سيوه ردوا بالخبر، ما تنسيونيش بالكومونتير بالجيم وبالابوني، خلوا لي تعليق تحتها. ما تنساوش تدعوا لخونا امين اللي قلت لكم عليه في بدايه الوصفه. خونا امين جار صديقتي وزميلتي امال ازيري، ادعوا له بالشفاء العاجل ان شاء الله يا ربي، طهورا ان شاء الله. وصابري تاعنا هو واجد. واش نقول لكم حبيبتي، تجربوه ردوا لي بخبر، والسلام.